قناة هنا الحقيقة الإخبارية على تليجرام نشرت هذه الترجمة، أو هي من ترجمت هذا النص الذي قاله أو ما قاله المعلق الإسرائيلي بيدعوت أحرنوت رون بن يشاي، الذي نشر مزيد من التفاصيل حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. يقول: تجري الإدارة الأمريكية حاليا مفاوضات محمومة مع إسرائيل والوسطاء في قطر ومصر بشأن اقتراح الوساطة التي ستقدمه الإدارة الأمريكية ربما يوم السبت أو الأحد. على عكس الانطباع الذي تم الترويج له، فإن الاقتراح الذي تعمل عليه الإدارة الأمريكية على تقديمه ليس بنظام خذه أو اتركه. يعني مش معنى أنه أنت يا بتوافق أو ما بتوافق، بل هو نسخة محدثة من المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن وحصل على موافقة مجلس الأمن الدولي. يتابع بن يشاي من يدير المفاوضات مع الأمريكيين حاليا من الجانب الإسرائيلي هو وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب من نتنياهو رون ديرمر، وليس فريق التفاوض الذي يرأسه رئيساء الموساد والشباك وممثل الجيش الإسرائيلي. أضاف أن الخلافات والمناقشات بين الطرفين تتعلق في الواقع بثلاثة أمور: الأول، ما سيحدث في محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الصفقة. أما المسألة الثانية والتي لا تقل تعقيدا فهي تتعلق بعدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم أحياء، وشروط إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين من المفترض أن تطلق إسرائيل سراحهم بالمقابل أو مقابل هؤلاء الأحياء. وتتعلق المسألة الثالثة بتنفيذ وقف إطلاق نار بين المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق. ذكر بن يشاي أن الإدارة الأمريكية تعتبر المسألة الثالثة مسألة فنية، حيث يوجد بالفعل قرار لمجلس الأمن بشأنها، لذلك يمكن حل مسألة تنفيذ وقف إطلاق النار بين المرحلتين الأولى والثانية بسهولة بسهولة نسبية، على الرغم من أن هذه قضية مهمة للغاية من وجهة نظر حماس التي تريد أن تضمن في المرحلة الثانية من الصفقة أن إسرائيل ستوقف الحرب في غزة وتنسحب من جميع أراضيها بشكل نهائي. إن شاء الله بتخلص الحرب عن قريب، ويعطيكم العافية.